في عالم التكنولوجيا قليل من الأسماء لها وزن مثل ستيف جوبز وبيل جيتس. جوبز صاحب الرؤية وراء شركة آبل، وجيتس العقل المدبر لشركة مايكروسوفت، كان عقلين لامعين شكلا طريقة حياتنا وعملنا وحتى لعبنا. تنافسهما الذي امتد لعقود كان أشبه بالأساطير، كان صداما في الشخصيات ومعركة من أجل السيطرة على السوق وقوة الدافعة وراء بعض أهم التطورات التكنولوجية في التاريخ. تبدأ قصتهما في السبعينيات حين كانت أجهزة الكمبيوتر بدأت لتوها في الانتشار. جوبز وجيتس الشابان الطموحان رأيا إمكانات هذه الأجهزة في تغيير العالم. كان لكل منهما رؤية جوبز لمستقبل تكون فيه أجهزة الكمبيوتر أنيقة وسهلة الاستخدام، وجيتس لعالم يتمكن فيه الجميع من الوصول إلى قوة الحوسبة. هذه الرؤى المتناقضة وضعت الأساس لتنافس سيغير المشهد التكنولوجي إلى الأبد. جوبز بنظرته الثاقبة للتصميم وتجربة المستخدم شارك في تأسيس شركة آبل للكمبيوتر في عام 1970. حظيت منتجات الشركة الأولى مثل أبل تو بالثناء لبساطتها وسهولة استخدامها. أما جيتس العبقري في البرمجة فقد أسس مايكروسوفت في عام 1975، وسرعان ما ترك بصمته من خلال تطوير نظام التشغيل MS-DOS الذي أصبح العمود الفقري لبرامج أجهزة الكمبيوتر الشخصية من IBM. هذا النجاح المبكر دفع مايكروسوفت إلى صدارة صناعة الكمبيوتر الشخصي المزدهرة. كان التنافس بين جوبز وجيتس متعلقاً بشخصياتهما بقدر ما كان متعلقاً بمنتجاتهما. جوبز الكاريزمي والصارم كان معروفاً بسعيه الدؤوب نحو الكمال. جيتس العبقري والتنافسي بشدة كان يتمتع بذكاء تجاري لا مثيل له. أساليبهما المتناقضة رغم أنها تصادمت في بعض الأحيان دفعت كل منهما في النهاية إلى الابتكار والتفوق لتشكيل صناعة التكنولوجيا إلى ما هي عليه اليوم. اشتد التنافس بين آبل ومايكروسوفت في الثمانينيات مع ظهور واجهات المستخدم الرسومية. أطلقت آبل مستوحية من مركز أبحاث كزيروكس بارك جهاز ماكنتوش في عام 1988. كان ماكنتوش بواجهة المستخدم الرسومية البديهية وتصميمه سهل الاستخدام بمثابة نقلة نوعية عن الأنظمة القائمة على النصوص في ذلك الوقت. مايكروسوفت غير راغبة في التخلف عن الركب ردت بنظام ويندوز. على الرغم من أنه كان أقل تطوراً في البداية من نظام تشغيل ماكنتوش، إلا أن ويندوز استفاد من توافقه مع مجموعة واسعة من الأجهزة، وهي استراتيجياً أثبتت نجاحاً هائلاً. تم رسم خطوط المعركة آبل بتركيزها على دمج الأجهزة والبرامج الأنيقة، مقابل مايكروسوفت باستراتيجيتها لترخيص البرامج وتوافق الأجهزة. أدى هذا التنافس إلى فترة من الابتكار المكثف. بينما تنافست آبل ومايكروسوفت على الهيمنة، كانتا تدفعان باستمرار حدود ما هو ممكن، حيث أصدرتا أنظمة تشغيل جديدة وتطبيقات برامج وأجهزة جديدة بوتيرة سريعة. كانت المنافسة رغم شراستها مفيدة في النهاية للمستهلكين الذين جنوا ثمار أجهزة كمبيوتر أرخص وأكثر قوة وسهولة في الاستخدام. في تحول مفاجئ للأحداث في أواخر الثمانينيات، أطاح مجلس إدارة آبل بستيف جوبز بسبب قلقه بشأن اتجاه الشركة. مثلت هذه الفترة نقطة انحدار لشركة آبل، حيث كافحت الشركة للتنافس ضد هيمنة مايكروسوفت ويندوز المتزايدة. مع ذلك لم ينتهي جوبز. أسس شركة نيكست، وهي شركة كمبيوتر طورت محطات عمل متقدمة لأسواق التعليم العالي والأعمال. بينما لم تحقق نيكست نجاحاً كبيراً، إلا أن نظام التشغيل المبتكر الخاص بها نيكست ستيب سيثبت أنه تطور محوري. وضعت تقنية النيكست ستيب المتقدمة الأساس لأنظمة التشغيل التي ستعمل لاحقاً على عودة آبل. في هذه الأثناء واصلت مايكروسوفت تحت قيادة جيتس ترسيخ مكانتها كقوة مهيمنة في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية. أصبح ويندوز نظام التشغيل المفضل للغالبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأصبحت مجموعة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس هي المعيار الصناعي لبرامج الإنتاجية. يدبا